مرحبا بكم في قناتنا. اليوم سنتحدث عن مشكلة نشبت بين مقدمة البرامج المصرية ياسمين عز والإعلامية اللبنانية ميرفت النحاس، وسنعرض لكم تفاصيل هذه المشكلة وردود الفعل عليها. فهل تعلمون ما هو سبب الخلاف بينهما؟ وماذا قالت كل منهما عن الأخرى؟ وكيف تفاعل الجمهور مع هذه المشكلة؟ تابعوا معنا هذا الفيديو لتعرفوا الإجابات. ياسمين عز، المذيعة المصرية الشابة التي أثارت الجدل بآرائها وتصريحاتها في برنامجها كلام الناس، والتي تتناول فيه قضايا اجتماعية وسياسية وفنية تهم الجمهور العربي. في برنامج كلام الناس تطرح ياسمين عز موضوعات مختلفة تشغل بال المشاهدين. البرنامج حقق نسبة مشاهدة عالية في الوطن العربي وأثار ردود فعل متباينة. ياسمين عز نالت إعجاب كثير من المشاهدين بشخصيتها المستقلة، وأغضبت آخرين بآرائها المثيرة للجدل. المشكلة بينهما بدأت عندما أطلقت ياسمين عز تصريحات ساخرة عن المرأة اللبنانية وطريقة كلامها وأكلاتها. فقالت ياسمين عز في إحدى حلقات برنامجها: لا تقولي يا فرعوني، هذه ملك لنا، قولي له يا فينيقي، وهي كلمة نابعة من الحضارة الفينيقية، وأكليه فتوشة ومنقوشة، واحذفي منها التاء المربوطة، وخاطبيه بصيغة المذكر. هذه التصريحات أثارت استفزازا وغضبا لدى العديد من السيدات، خصوصا اللبنانيات منهن. إذا أنت سيدة لبنانية جميلة هتقولي لجوزك يا فينيقي، ومنها فينيقي نسبة للحضارة الفينيقية. الله، عايشة طول عمرك بتأكليه تبولة وفتوشة ومنقوشة، من هنا ورايح هتأكليه تبول وفتوش ومنقوش. الغي التاء المربوطة من حياتك يا مدام. عندك فتوش وفقوش ومنوش ومقيوش ومنقوش. لو اتجوزتي مصري ايوه برافو عليكي، هتقولي له يا فرعوني، مفيش هنا فينيقي، عشان تبقي عارفة ما تجيش تقولي ما حدش قال لي، اديني بقولك على العامة وعلى الهوا. هتاخدي الفرعون هتعيشي هنا معانا في بيت العيله مع حماتك في حضن حماتك واخت جوزك. عندنا الفطور بتاعنا في مجهود علشان الفرعون يحس بقيمته وطلباته غير. ليه بتستخدمي بتقولي تقبر قلبي؟ يعني ايه الاستفاده؟ وانتقدت ياسمين عز بشده على منصات التواصل الاجتماعي. من بين المنتقدين كانت ميرفت النحاس التي شنت هجوما لبقا على ياسمين عز من خلال شاشه الجديد. ميرفت النحاس هي مذيعة لبنانية تقدم برامج إخبارية وسياسية على قناة الجديد، وهي من أبرز المذيعات في لبنان، حيث تتميز بأسلوبها الجريء والحاد في تغطية الأحداث والقضايا المهمة. حيث اعتبرت هذه التصريحات إساءة وسخرية من المرأة اللبنانية وثقافتها، التي ردت على ياسمين عز بشدة. وقالت ميرفت النحاس في برنامجها على قناة الجديد: اندهشت جدا من حديث الإعلامية المصرية ياسمين عز عن المرأة اللبنانية، إذ جاء حديثها يحمل ملامح الاستفزاز، كما سخرت من الأكلات اللبنانية الشهيرة. وأضافت: لم نعتد الرد على قلة الأدب بنفس الطريقة، ولكن أحب أن أقول للسيدة المحترمة ياسمين عز: لا تقولوا أصلي وفصلي أبدا، إنما أصل الفتى ما قد حصل. بكل أسف بعض الحاقدين نتيجة تجارب شخصية فاشلة يحاولون تشويه وجه مصر المشرق الذي جسده رشدي أباظة ويسرا وفريد شوقي ويسرا وإلهام شاهين وغيرهم. وختمت قائلة: المرأة اللبنانية لا تنتظر شهادة من ناس حاقدة وحاسدة، سيأتي وقت ونتحدث بالتفصيل عن سبب هذا الحقد، ووقتها سيتحول الياسمين إلى شوك والعز إلى ذل. لا تقل أصلي وفصلي أبدا، إنما أصل الفتى ما قد حصل. لا الفراعنة وتاريخهم المجيد هن يلي جعلوا المصريين بصميم قلوبنا، ولا الفينيقيين وإرثهم الكبير هن يلي يخلوا اللبنانيين يفيضوا محبة على إخوتهم المصريين. محبتنا لمصر ست الدنيا ولشعبها خلقت معنا وربيت معنا ورح تبقى معنا ورح نبقى متمسكين فيها وأكيد مبسوطين فيها رغم كل أصوات الشواذ والنشاز. من نكد الدهر، نعم من نكد الدهر، إنه بعض المتملقين بثياب إعلاميين والحاقدين بنتيجة تجارب شخصية عم بيحاولوا تشويه وجه مصر المشرق. أما عن المرأة اللبنانية فإنها ولله الحمد ما ناطرة شهادة من حدا، وأكيد مش ناطرة شهادة من ناس حقودين حسودين ويلي ما بيعرف
لازم يعرف إنه هول جماعة مريضين. من المنتقدين أيضاً كانت غنى غندور التي شاركت فيديو عبر حسابها الرسمي على إنستغرام وعلقت على تصريحات عز قائلة: عزيزتي ياسمين، خليكي مركزة على الرجالة المصرية وعلى المرأة المصرية. إحنا عندنا في لبنان الرجالة ما بتحبش الجواري، وإحنا حالنا ماشي تمام. انتي اللي لازم تشوفي ليه مش ماشي حالك، وأنا دورت عليكي لقيتك حتى ما تجوزتيش. واستكملت: العقلية الرجعية دي اللي أنا أصلاً مش مصدقة إنك مصدقاها، وفاهمة إنك بتعملي ده بروباجندا وشهرة، لكن انتي بتخربي عقول. ومش بعد كل اللي علمته المرأة عشان توصل لحقوقها تيجي واحدة زيك عشان عاوزة تتشهر تعمل كل اللي بتعمله ده وتخرب عقول الرجالة والستات. كانت ردود الفعل على مشكلة ياسمين عز وميرفت النحاس متباينة بين مؤيد ومعارض. بعض الجمهور أثنى على موقف ميرفت النحاس واعتبرها دفاعاً عن كرامة المرأة اللبنانية، وانتقد ياسمين عز بسبب تصريحاتها التي اعتبروها استفزازية وغير محترمة. بعض الجمهور انتقد ميرفت النحاس واعتبرها تستغل الموضوع للشهرة والإثارة، ودافع عن ياسمين عز بسبب حرية التعبير والفكاهة. بعض الجمهور دعا إلى التهدئة والتسامح بين الشعبين المصري واللبناني، وأكد على أهمية التضامن والأخوة في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها الوطن العربي. أخيراً، ياسمين عز وميرفت النحاس هما إعلاميتان مثيرتان للجدل، ودخلتا في صراع حاد بسبب تصريحات ياسمين عز عن المرأة اللبنانية. هذه التصريحات أثارت غضب الجمهور اللبناني، ودفعت ميرفت النحاس إلى رد فعل قوي. هل ستستمر هذه المعركة بينهما، أم أنهما ستصالحان؟ هذا ما لا يعلمه إلا الله وهما نفسهما. هذا كان فيديو عن مشكلة ياسمين عز وميرفت النحاس، نأمل أن يكون قد نال إعجابكم. إذا كان لديكم أي تعليقات أو اقتراحات فلا تترددوا في كتابتها في قسم التعليقات، ولا تنسوا الاشتراك في قناتنا لمشاهدة المزيد من الفيديوهات المثيرة. شكراً لكم وإلى اللقاء.